ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. ازيك يا عمدة؟ ازيك يا نوسة؟ ازيكم حبايبي؟ وحشتونا جدا 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 يا حلوين يا طعمين. اخباركم ايه؟ ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس و... ودعواتكم الحلوة لينا. وان شاء الله نبقى كده في احسن حال ان شاء الله، ونكبر بيكم ونبقى كلنا كده حلوين وعايشين كويس ان شاء الله. نوسة النهارده هتعمل لنا حاجة. وادعوا لعماد بس عشان هو تعبان، فصلواتكم يعني ودعواتكم معاه. معلش يا جماعة، احنا النهارده نوسة هتعمل لنا النهارده حاجة. بقى هنبدأ نعمل لكم البامية الويكا الصعيدي. بص، احنا جبنا طبعا الباميه في ايام الباميه وقطعناها. بتقطعها كده يا جماعه برضو. بصوا نوسه مقطعاها ازاي. يعني هي عشان مفرزه اهي، متقطعه كده شرايح. وبتفرزيها، ما بتعمليش حاجه، تغسليها كويس وتقطعيها وتحطها في الفريزر، ما تتعرضش المكان ان هي تبقى ايه. عشان هي تركه بقى. نوسه هتكمل معاكم، عشان انا معلش انا بعتذر لكم على صوتي بس. بصوا يا حبايبي، احنا بنجيب البامية اللي هي البيضة يعني، مش اللي هي بتبقى فيها، اللي هي بتبقى غامقة دي وفيها حتة اللي حمرا احنا عندنا يعني. هنا في اسكندريه بنسميها التركي. اه، اللي مش هي الفلاحي. البيضة يعني. اه. وبنقطعها، بنغسلها كويس جدا وبنقطعها كده، وبعدين بحطها في اكياس وبحطها في الفريزر. ولازم تبقى في مكان يعني ما تفتحي الفريزر ما يوصلهاش هوا، والحجم عشان ما برضو. تسودش منك وانتي بتعمليها. والحجم برضو يا نوسة ما تكونش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. الوسط، اه. يعني وسط، وبالذات التركي دي لما تكون وسط. عشان انا اتعلمتها من طنطا الله يرحمها. كانت دايما تقول لي لما ما تجيبهاش كبيرة قوي ولا عشان صغيرة بتبقى قوي، شايفة. وبتبقى بتبقى الحجم ده كده. وهي التركي فبتبقى حلوة قوي يعني. فاحنا وانا هعمل لكم النهارده بطريقتها، هي طريقة ماما الله يرحمها يعني. ان شاء الله كده دعواتكم ليها ان ربنا يرحمها كده. وتذكروها دايما كده في دعواتكم وصلواتكم. معانا توم، صح؟ نوسة توم. بتنسى معانا البامية وتوم، ومعانا شوربة فراخ. فراخ. يلا بينا اوكي، بقى على. نبتدي على طول. هي سهلة جدا ومش هتاخد وقت معاكم يعني. بس طبعا تفكروني نوسة برضو. ومتنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ودعواتكم وتعليقاتكم وكل الحاجات الحلوة اللي بتعملوها لنا. يلا بينا نحطها بقى، نبتدي نشوف هنعمل ايه. بس طبعا ايه قبل اي حاجة، هنبقى التركات دي والحاجات دي يعني ايه هي اللي تخلوا بالكم منها عشان تعملوها بطريقة نفس. في ناس بتحب نفسها تاكلها، بس فاكرة ان لازم المفراك ولازم البتاع. النهارده نوسة هتعلمها لكم واحدة واحدة كده بطريقة سهلة وسريعة. يلا بينا. وحبايبي شايفين قدامنا احنا سلقنا الفراخ وطلعناها، وادي الشوربة. هنحط فيها بقى على طول لازم الشوربة تكون بتغلي يا جماعة. نحط فيها على طول البامية. البامية وهي مفرزة زي ما هي، صح يا نوسة؟ اه لا، ما تستنوهاش تفك، عشان لو فكت من بره هتسود. الله ينور عليك. ايه التركايه بقى اللي كنت بقول لكم عليها يا جماعه، اللي هي ايه؟ ان انت بتحطيها مجمده زي ما بتنوسه كده بتقول لكم. ما تكونش بقى ايه تستني لما تفك. فعشان كده تحافظ على اللون بتاعها الفاتح. شايفين؟ ما اهو تقلقيش. يعني هي اهي. هنسيبها بقى شوية لغاية لما يعني تستوي كده وتطرى بتتعمل باي شوربه يا نوسه ولا لا؟ وشوربات ايه اللي هو بتتعمل؟ يعني ما في ناس بتعملها برضو بشوربة اللحمة، وفي يعني على حسب ما تحبي. يعني لا، المتوفر يعني ما في هو. يعني هي بتبقى حلوة قوي بشوربة الفراخ وشوربة البط، الحاجات الدسمة يعني. في حاجه بتحط مع الشوربه ولا اي حاجه؟ زي ما تحبي برضو، اللي بيحب يحط ممكن تحطي مكعب مرقة، ممكن مرقة خضروات يعني. وممكن ما تحطيش عادي، تكتفي بالبهارات اللي حطيتيها في الشوربة. طب احنا كده هنسيبها تغلي مع اه، بعض. هنسيبها تغلي بقى شوية وتستوي كده، وبعدين نرجع نشوف هنعمل ايه الخطوة الجاية. خليكم معانا. بس ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وكومنتاتكم الحلوة. حبايبي بصوا، البامية خلاص بدت تستوي اهي، وبصوا هي بيضة اهي زي ما هي، ما اسودتش ولا اي حاجة. بعد كده هنعمل لها بقى التومة. حاطين اهو سمنة. هنحط التوم. متنسوناش يا حبايبي في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وكومنتاتكم الحلوة جدا جدا جدا.
يعني احنا عملنا كده التومه اهي، حطينا زبده او سمنه، الماده الدهنيه او زيت زي ما انت عايزه، وهنا كده معاها التوم اللي احنا كنا مفرزينه وعاملينه قدامكم. خلاص انتوا حفظتوا تمام اهو زي ما انتوا شايفين كده. هي ما بتاخدش على فكرة سوا خالص يعني البامية يا دوبك بنحطها مفيش يعني 5 دقايق ولا 10 دقايق تلاقيها على طول احنا استوت. بنعمل كل الخطوات قدامكم لحظه بلحظه. هقول لكم حاجة بقى، في ناس يعني بعد ما بتفركها او بعد ما بتضربها في الخلاط بتعمل لها التومة. اه انا من النوع اللي بعمل التومة الاول وتشها وبعد كده نشوف الخطوة اللي بعديها. طيب احنا كده هنحمر التومه ونسويها واحده واحده زي ما انتوا معاكم اهو. ويا حبايبي عملنا التومة اهو، بصوا هنبتدي بقى. احنا التومه حطينا التومة وحطينا زبدة وحطينا شوية ملح وفلفل صغيرين. في ناس بتحط لها كزبرة، انا ما بحطش بصراحة يعني. تمام. فهنرشها كده تمام على مهلك اهو، نديها تقليبة كده. وبصوا هي زي ما هي بيضة برضو عشان بس يعني ايه ما تقولوش. اهو يا جماعه تيجي بقى ريحة بقى بصراحة تحفة يعني. تقول لهم يا عم ده اشمعنى انا لما بقول بص يا الريحة جماعه، الريحه عايز اقول لكم انا هي نوسه الحاجات دي هي استاذه فيها، وبشهاده الجميع في العيله يعني ان هي استاذه الويكا يعني، اتعلمتها من طنط الله يرحمها. بصوا يا جماعه اهو ده كده شكلها. وبعدين تعالوا بقى شوفوا بقى التركايه اللي هتعملها نوسه بقى من غير مفرق ولا اي حاجه. يلا بينا على التركايه. معلش او اعذروني على صوتي، فيلا بينا بقى. ده صوتك جميل برضه لا ما يلا تقلقش. بينا ونتحمس كده، ويلا بينا يا جدعان تعالوا معانا. هو حبايبي فضيناها في الخلاط. طبعا اللي عنده مفراك اللي هو الناس اللي متعرفش المفراك ده عبارة عن بتاع خشب كده وفيها بتاعتين خشب من تحت زي الاكس كده، ودي كانوا بيعملوها زمان بيفركوا بيها يعني بيعملوا بيها البامية. ستاتنا القدام الناس الجميله يعني مامتي الله يرحمها كانت بتعملها كده بالطريقه دي. انا طبعا بعد ما جت بقى الخلاط والحاجات دي فبنعملها بقى في الخلاط. بس في تركه، احنا ما بنشغلش الخلاط مره واحده فبنشغله يعني. ايوه هي دي بقى ايه كده بص ونقفل شايفين كده ونقفل شايفين كده ونقفل عشان ما تتهريش خالص احنا منك. معاكم لحظه بلحظه اهو. بس شايفين بدات اهي، انا مقرب لكم الكاميرا اهو اهو. بس بس كده تمام. فضيها بقى يا نوسه قدامهم كده في نفضيها وهو حبايبي. بصوا بقى شوفوا بقى لما اتفضت شكلها ايه. بصوا لونها حاجه كده ايه وهم. بص اللون اهو، هي المفركه اهي ولا اسودت ولا ولا اي اسودت حاجه. ولا اي حاجه ولا محتاجه المفراك ولا اي حاجه ولا انت يعني ايه. بص التركه اللي قالت لك عليها نوسه يعني تك تك كده. بس هنقدمها لكم. بصوا اهي بص بقى القوام بتاعها حاجه يعني حاجه جميله جدا جدا جدا. خليكم معانا نغرف ونقدمها لكم. واو اهو يا حبايبي بصوا، وهي لونها ابيض بامانه والله. ولازم بقى ايه، احنا النهارده اكله صعيدي فلازم جنبيها الباذنجان المخلل طبعا. انا عشان عشقي ده فيعني هعمله لكم في فيديو ان شاء الله يعني بتركاته وحركاته. يعني لازم يبقى جنبيها الباذنجان المخلل لازم. ولو شويه مكرونه بالشوربه رز اللي انت عايزاه تعمليه. بس ده المكون الاساسي اللي هو جنب الباميه الويكا. طبعا كل الناس الصعايده اللي معانا عارفين الكلام ده. لازم الطقوس دي. طبعا الباذنجان المخلل طبعا كل الناس طبعا بتعمله واساتذه فيه. بس اسراره وتركاته بتاع الناس القديمه لا هم ده برضو احنا اتعلمنا من الناس القديمه. ده تحفه يا جماعه. هعملكم ان شاء الله هعمله لكم. بس ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. وتخلي بالكم على نفسكم ونتمنى نشوفكم على خير ان شاء الله. يا رب يا رب النهارده اكون يعني عرفت اعمل الفيديو. طبعا انتم متعودين على عمده بس لا بجد يعني يا رب يكون لا ما هو في اكلات ما ينفعش ان كويس. انا اعرف اعملها خلي بالكم. ويا رب اكون يعني استحالة هبقى عملتها زي ماما يعني الله يرحمها. بس يعني بنحاول يعني بنحاول نوصل ليها ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم حبايبي. وما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وكومنتاتكم الحلوة جدا اللي احنا بنحبها جدا. ونشوفكم في فيديو جديد قريب جدا جدا جدا. باي باي.